السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان احنا في مجال طب الأسنان أغلب شغلنا قايم على التسويق والدعاية، فجزء الجرافيك ديزاين ده أو التصميم لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء بقى بتصاميم أو حتى الريلز، الحاجات اللي هي الجميلة اللي احنا بنشوفها بتاعت الهوليوود سمايل، أو اللي هو شغل الإندو إن هو يعرض لك حالة أو كيس من أولها لآخرها، او حتى لاقل الحاجات زي اللي احنا بنعملها كطلاب في اول السنه، زي الخدمات المجانيه اللي بنقدمها طول السنه، او انك تعرض حتى شغلك بتصميم افتر وبيفور، عشان تبين للناس اللي انت قد ايه تعبت طول السنه ويكون دعايه ليك. وده تحديدا اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، ازاي تعرض شغلك او ازاي تعمل افتر وبيفور او الكلام ده، وده اللي هنشوفه. ولسه اللي جاي ان شاء الله هيكون اكتر وهيكون احسن ان شاء الله. فعشان كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان مش بعيد لو الفيديو ده عدى ان انا اقول لك ازاي تعمل التصاميم دي على الموبايل مثلا، او شغل الموشن جرافيكس اللي ان شاء الله مستقبلا هيجي وهيكون كويس ان شاء الله هننزله على القناة بتاعتنا. وفي الاخير ما تنساش تدعي لي بالشفاء العاجل وتدعي لأمة محمد بالخير. ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الدرس ده للناس اللي هي المبتدئة أو اللي عندهم سنة أو شوية عن الفوتوشوب أو المعرفة بتاعة الفوتوشوب، يعني مش لازم تكون اللي هو محترف. فاحنا النهاردة هنعمل تصميم سوشيال ميديا، بنعلن فيه عن الخدمات زي اللي احنا شفناه ايه في المقدمة بتاعتنا. فأول حاجة كده هنخش على الفوتوشوب ونعمل نيو فايل، ونختار الأبعاد بتاعتنا 2000 في 2000، والريزوليوشن بتاعنا يكون 300. تمام، وبعد كده نعمل كرييت. بعد كده بقى عايزين نشوف الخلفية وعايزين نشوف العناصر اللي احنا هنحطها والدنيا دي كلها. فأنا ده صورة الشخص أو الموديل بتاعي اللي أنا هستخدمه. مش هستخدم شخص يعني نعرفه كده يعني. عايز دلوقتي إن أنا أقص الشخصية بتاعتي، فهروح على كويك سيلكشن تول، وهتك هنا إيه سيلكت سبجكت. فهو الفوتوشوب تلقائيا هيسلكت السبجكت اللي هو شايفه، العنصر اللي هو الأساسي اللي موجود قدامه ده. فانت مثلا هتحط الصورة بتاعتك وهتبدأ ان هو ايه، تقول للفوتوشوب ان هو يقص لك الصورة بتاعتك، فهيقصها ان شاء الله. بس كده هو كده ايه حدد لي على الشخص. لو بقى في حاجة او ابعاد، مثلا لو هو مثلا ما حطش ودانك في الصورة، اي حاجة من الحاجات دي، فانت بكل بساطه تقدر تعدل ده. بص هنا في علامه زائد وهنا في علامه ناقص، فبعلامه زائد وناقص دي، اللي هو زائد ممكن تزود حته كده، ناقص اللي هو ممكن تقلل حته، مثلا اللي هو ايه، بتكبر عامه العلامه دي من اكبر منه واصغر منه في الكيبورد، اللي هو حرف الدال والجيم، فبتلاقي كبرت معاك كده. هنا مثلا انا عايز اشيل الحته دي، عايز اشيل اي حاجه من الصوره، فبعملها بالايه، يا اما بالزائد يا اما بالناقص دي. فانا هرجع تاني كنترول زد كده. فكده الشخص معاه اتحدد اهو، ناقص بس ان انا اقصه. هنيجي من هنا من ناحية الماسك دي، ونروح جايين عاملين ماسك كده. كده الشخصية بقت معايا مقصوصة من الخلفية كده، انا فرغت الخلفية. وهنحطه هنا كده. مثلا احنا هنعمل تصميم تقليدي جدا زي ما قلنا، هيكون تصميم اللي هو يعني في متناول الجميع، بحيث ان الناس ايه كلها تعرف تعمله، ومثلا ممكن تغير الخلفية بتاعته، تغير الالوان وهكذا. فانا هنا ايه معايا الخلفية دي، هشدها كده واروح جاي حاططها، ومن اللايرز كده اروح جاي منزلها تحت الشخص، وهكبرها بحيث ان هي ايه تاخد الابعاد بتاعه ال 2000 في 2000 اللي احنا كنا حاطينها. تمام. وبعد كده اروح جاي ايه منزل سوليد كلر كده، واروح جاي جايب مثلا اللون البترولي غامق، لون بترولي غامق كده. تمام. وبعد كده من هنا من الاوبستي انزلها مثلا 95، 97، 96، بحيث ان هو ايه يدي يبين الخلفيه اللي وراه شويه يعني. وهنا هروح جاي رايح على الخلفيه وعامل لها جاوزيان بلور، بحيث ان هو ايه يعني تكون مبلوره شويه كده، يعني عشان مش عايزينها تبان قوي يعني. بس كده انا معايا الشخص اهو ومعايا الخلفيه بتاعتي وظبطتها. دلوقتي عايزين نكتب بقى شويه حاجات كده عشان نشوف التصميم بتاعي. نجيب كده التكست، ونروح جايين كاتبين هنا مثلا دكتور، يعني ده الدكتور ده يدي اسمه مثلا، مش عارف يدي اسمه ايه الصراحة. ممكن ويليام محمد مثلا، يعني ده مش شخص مصري خالص. ممكن نسميه ايه، وليكن اسم مصري شوية، اسماعيل البداوي مثلا، اسماعيل البداوي. وعاوز مثلا ان انا عشان اهايلايت اكتر على الاسم بتاعه، فهخلي الاسم بتاعه بلاك، وهخلي ايه كلمة دكتور دي نخليها باللون الاخضر ده، كلر كده.
نخليها باللون الأخضر. تمام. وهنعوز إن إحنا مثلا نكبر إسماعيل البديوي دي، نكبرها عن كلمة دكتور، أو خلينا نكبرهم كلهم كده مع بعض ونحطها هنا مثلا كده. فاحنا كده كتبنا الاسم. ممكن هنا نحط من شيفت وحرف الت، بحيث ان احنا نزود اللي هي الشرطه دي، بحيث ان هو ايه كلمه البديوي تكون ماشيه مع اسماعيل وكلهم يبقوا ماشيين في الهوا سوا كده. وبس نروح جايين حاطينها هنا كده. بعد كده انا قلنا احنا ان هو تصميم اعلان عن خدمات، فاحنا عايزين نكتب بقى ايه ان هو ان احنا هنعلن عن خدمه وكده يعني. فهنجيب ريكتانجل كده من اداه الريكتانجل تول، ونروح جايين حاطينها كده، ونروحوا جايين عاملين الحواف بتاعتها ما نخليهاش حتى كده، نخليها دائرية. وهنخلي الستروك بتاعنا أبيض، والفل بتاعنا برضو أبيض. تمام. ومن الفل هنا هنقلله حبتين تلاتة كده، خليه كده. ممكن نزود الانحناء بتاع المستطيل شوية. بس شوف كده، حلو كده. وبعد كده هنا هنكتب ايه هناخد كوبي من اسم الدكتور اسماعيل البديوي دي، ونروح جايين الت كده وتسحب كده، فتلاقي ايه. وما تسيبش غير لما تسيب التكست الاول، وبعد كده تسيب الالت. وبعد كده تكتب هنا ايه الخدمات المجانيه، او الخدمات المجانيه مش مجانيه قوي بس ما علينا يعني. وتصغرها كده، تحطها جوه الصندوق. وممكن نخليها مش لايت، نخليها ايه، نخليها بولد مثلا. ونصغرها كده شويه، نحطها هنا كده. هنخليها باللون الاخضر اهي. وبعد كده عاوز ان انا اخد من الريكتانجل ده برضو نسخه كده، فبرضو الت ودراج كده. ولكن هنكبره بقى عشان نكتب ايه هي الخدمات المجانيه اللي احنا بنقدمها دي. ممكن ان احنا نروح جايين ايه مكبرين دي شويه كده، بس إن الخدمات بتاعتنا تكون نديلها براح شويه. وهنا مثلا اللي هو الريكتانجل ده والخدمات المجانيه نجيبه في النص. دكتور اسماعيل البديوي دي ممكن نكبرها شويه، بحيث ان هو ايه نظهر للناس يعني الاسم بتاعنا وكده. تمام. وبس. هبدأ بقى إن أنا أجيب الخدمات المجانية دي وأروح جاي ساحب برضو منها كده. وأبدأ إن أنا أكتب إيه هي الخدمات بتاعتي المجانية دي. أكتب مثلا إيه حشو العصب. بص أنت بقى إيه يعني دوس في اللي أنت عاوزه يعني. وهنجيب إيه من الريكتانجل كده الأداة دي، ونجيب اللاين تول، ونروح جايين راسمين كده لاين. وهناخد منه كده كوبي برضو بالألت كده. الألت واسحب. ألت واسحب. وبس كده. تمام. ناقص بس إن أنا أنسق الكلام ده كله. فعشان ننسق الكلام ده كله، فهنخلي ايه الريكتانجل والخدمات المجانيه هنحطهم في جروب، هنحددهم كده ونعمل كنترول جي فتحط في ايه في جروب، ونسميه ايه الخدمات عشان ما نتلخبطش. وكل الكلام ده كله هنحطه في جروب ونسميه الحشو مثلا عشان ايه ما نتلخبطش. وهنجيبهم كده كلهم، هنحددهم كده كلهم. وبص هتلاقي هنا اللي هي الحاجات دي اللي هو يعني بيقول لك ان انت تحدد بيها. هتساوي ما بينهم المسافه وتحطهم كلهم في النص كده. وبعد كده تاخدهم كده شويه وتحطهم كده، فبقوا ايه موجودين في نص الريكتانجل بتاعنا، واحنا كده نسقنا الكلام بتاعنا. تمام. هنا الريكتانجل ده احنا عايزين نزود الحواف بتاعته شويه، فهنزودها كده عشان تبقى كده يعني تكون دائريه اكتر. فانا كده كتبت اللي هو الاسم بتاعنا، كتبنا الخدمات المجانيه. عايز بس اغير اللون بتاع الكلام بتاعي ده. هنفتحهم كده ونحددهم ونخليهم لونهم ابيض عادي، بلاش نخليهم لونهم ابيض. ونخلي اللاينز هي اللي لونها اخضر. الغي الفل واعمل على الستروك كده وبس. فكده تدي ايه يعني في رأيي شكل احسن يعني. عايز احط اللي هو الفون. هنجيب برضو العلامة دي كده، هنصغرها، هنحطها تحت كده عشان نحط رقم التليفون. وبعد كده نفتح كده نتك دبل كليك كده جنب اللاير، ونعمل ايه لاير ستايل كده اللي هي قائمة لاير ستايل، ونعمل كلر اوفرلاي خليها اخضر عادي. وهناخد نسخة من المربع ده كده ونشده كده،
خلينا نوسطنها مع الايقونه، وبعد كده نشد من اي حاجه هنا، من اي كلمه نشد منها كده، ونحط ونكتب الرقم بتاعنا. رقمي ده رقم اي حاجه، ونحطه كده، نصغرها شويه بحيث ان هو ايه، تبقى الدنيا تمام يعني. بس ناقص بس ان الابعاد بتاعتنا تكون متساويه شويه، فانا ايه، هاخد مثلا كلمه دكتور دي وهطلعها فوق شويه. خلينا نقفل الخلفيه عشان نعرف نتحكم شويه. كلمه كلمه مثلا الخدمات المجانيه دي هنطلعها فوق شويه كده، وكل الحشو العصب والكلام ده خلينا نطلعه كده فوق شويه. وهنا الرقم بتاع التليفون برضو خلينا نطلعه كده فوق شويه، بحيث ان هو ايه، تكون الدنيا قريبه من بعضها اكتر. نشتغل على الشخص شويه، عايزين نخلي الالوان بتاعته متناسقه مع الكلام بتاعنا. فهنجيب هنا مثلا كولر بالانس، ونربطه كده ان هو في الت ما بين الليرين، ونربطهم ونعمله ايه يعني، نروح على الشادوز ونخليها ناحيه الاخضر شويه، ونروح على الهايلايتس ممكن نوديها ناحيه الازرق سنه، بحيث ان هو ايه يعني، احنا مختارين لون بترولي ولون اخضر، فالدنيا كده تبقى ظبطت. ده قبل وده بعد، تحس ان هو دخل في المود شويتين. ممكن برضه وراه نروح جايين عاملين لاير كده، ونجيب البرش ونجيب اللون الاخضر ده شويه، ونديله كده اللي هو فلو، وتكون سوفت برش، وندي كده اللي هو ايه يعني، شويه لمعان كده، ونبدل شويه بده، ونعمله بالابيض كده شويه، فاللي هو يعني ادينا لمعه كده في الموضوع. بعد كده برضو ممكن لزوم يعني الترويق شويه، نجيب السنه دي هنحطها وراه كده، هنلفها كده شويه او كده، نجيبها كده من وراه، ونعمل لها ايه، موشن بلور كده، موشن بلور. ممكن برضو تجيبها هنا ونلفها الناحيه التانيه، بس ايه يعني، خليك حريص أوي بلاش نلفها الناحيه التانيه، ممكن نبقى نعكس. نحطها هنا كده، دي بقى خلينا ايه، نلفها هي الناحيه التانيه. جرب. بس كده. عايزين هنا عشان نوزن التصميم بتاعنا نكتب اي جمله. ننزل تحت كده شويه، خلي ده كده هنا، ونصغره، وناخدها كده نحطها فوق شويه، ونخلي اللون بتاعها ابيض. اوكي، نخلي اللون ابيض. اشتاق اسنانك في امان. الدنيا كده تمام. انا كده خلصت تقريبا يعني، ده الموضوع بكل سهوله. الموضوع ناقص بس حاجه واحده هنعملها في الاخر. من الكيبورد كنترول والت وشيفت واي هتتحط لي كده في لاير لوحدها، ونقف عليها كده ونعمل لها كونفرت تو سمارت اوبجكت. وبعد كده من الفلاتر نعمل كاميرا رو فلتر، ونبدأ نلعب في الحاجات دي. الاكسبوجر مثلا ممكن نزوده شوية، ممكن الكونتراست نلعب فيه شوية، ممكن التكستشر نلعب فيه شوية، ممكن الفاينيت هنا نلعب فيه شوية كده. بس ده قبل وده بعد، فهتلاقي الدنيا اختلفت شوية كده معانا. بعد كده نضغط اوكي. وعشان تطلع التصميم بتاعك بره بنعمل ايه، فايل، اكسبورت، سيف فور ويب. نعمل ده ايه، ماكسيمم، وجي بي اي جي، جي بي اي جي او بي ان جي، نعملها بي ان جي 24. وهنا نختار ان هو الانترنت ستاندرد ار جي بي. تمام. تعمل سيف، وتسيفه بقى في المكان اللي هو ايه، اللي انت عاوزه. وبس كده، مبروك عليك التصميم. ما تنساش لايك وفولو او سبسكرايب، عشان اللي جاي ان شاء الله. لو عايزين دروس انها تكون متقدمة اكتر، او حاجات انها تكون اللي انتوا عاوزينه، فممكن تكتب لي في الكومنتات او ممكن تبعت لي. وان شاء الله ارد عليك. لو عندك اي سؤال سيبهولي. وبس كده، يلا السلام عليكم، نلقاكم في درس مستقبلي ان شاء الله.